رحت أغسل شاب عنده 23 سنة. كان وشه غضبان جدا ومكرمش وجلده متشقق وكأنه راجل عجوز عنده 90 سنة، ومية الغسل كانت نازلة منه سودا قوي وريحتها زي الصرف الصحي. كنت مستغرب جدا للمنظر اللي أنا شايفه قدامي، ازاي شاب يتحول لراجل عجوز بالشكل ده؟ ومن هنا صاحبه بدأ يحكي لي على الكارثة اللي عملها قبل ما يموت، وحرفيا يشيب ليها الراس. وتبدأ الحكاية لما كنت بفكر أنام شوية علشان أصحى لصلاة الفجر، وفجأة لقيت تليفوني بيرن، وواحد بيقول لي يا حاج زينهم أنا واحد صاحبي مات ومش لاقيين مغسل يجي يغسله، ينفع تيجي تغسله يا حاج دلوقتي؟ في الوقت ده الساعة كانت 10 بالليل، وقلت له خليه تاني يوم، الجو مش حر ما تقلقش من أي حاجة، وبكرة الصبح بدري أجي أغسله. فرد عليا وقال لي مش هينفع يا حاج، أصله ميت من الساعة 11 الصبح. فاستغربت لما قال لي كده، أصله لو فعلا ميت من بدري ليه ما غسلهوش ودفنه؟ وكنت عايزة أسأله السؤال ده بس منعت نفسي، وقلت له في الآخر قول لي العنوان وأنا هجيلك. وفعلا بعد ما قال لي العنوان رحت عنده على طول، يدوب نص ساعة وكنت هناك. ولما وصلت لقيت في واحد كبير في السن مستنيني، وفهمت منه ان هو يبقى ابو الشاب المتوفي، وعرفت ان هو عنده 23 سنة. ولقيت في شاب تاني بيطلب مني ادخل البيت، وعرفت منه ان هو اللي اتصل بيا ويبقى صاحب الميت وزي اخوه. ودخلت معاه أوضة الشاب المتوفي، وكانوا مجهزين كل حاجة، بس أول لما دخلت الأوضة شميت ريحة وحشة قوي، والريحة دي كأن الميت اتعفن فعلا، مع اني فاكر كويس ان صاحبه قال لي ان هو مات من الساعة 11 الصبح. ورغم كده دخلت ومرضتش احرجهم ومرضتش اسألهم في اي حاجة، بس اول ما قربت من جثة الميت اتفاجئت من اللي شفته، لان استغربت جدا. استحالة ده شاب وعنده 23 سنة، انا شايف قدامي راجل عجوز عنده 90 سنة، وشه مكرمش وجلده متشقق وملامحه غضبانة جدا. كان مشهد غريب جدا وأول مرة أشوفه. المهم لبست كمامتين على وشي علشان أتحمل الريحة دي، ومسكت خرطوم المية اللي كانوا محضرينه وشغلت المية علشان أغسل الميت. بس مجرد لما المية لمست جسمه لقيت المية نازلة منه سودا قوي ومتوسخة. برغم كده استمريت في الغسل على أمل المية تروق، بس كانت برضو بتنزل سودا، ده غير ريحتها البشعة واللي كانت شبه ريحة الصرف الصحي. ساعتها وقفت في حالة ذهول وما قدرتش أكمل الغسل، وحسيت إن في حاجة غلط، وعشان كده قفلت المية وسبت كل حاجة وخرجت من الأوضة، واتكلمت مع الشاب والراجل العجوز وقلت لهم أنا عاوز أفهم إيه الحكاية بالظبط، الشاب اللي جوه ده مات إزاي؟ فلقيت أبوه بيقول لي والله مات بشكل طبيعي، كان نايم ومصحيش. ساعتها قلت له أمال الحاجات الغريبة اللي بتحصل جوه في الغسل ده معناها إيه؟ ابنك ريحته صعبة قوي وأنا مش قادر أكمل الغسل، والمية اللي بتلمسه بتسود، مش معقول كل اللي بيحصل ده من غير سبب. ومن هنا أبوه بدأ يحكي وقال لي الحقيقة إن ابني مش بس عمره ما صلى ولا حتى قرأ القرآن، هو كان بيعمل حاجات مش عارف ربنا هيسامحه عليها ولا لأ. ابني ما سابش بنت في حالها، أي بنت كان بيشوفها كان بيعاكسها أو بيتكلم عليها بطريقة وحشة وبكلام يغضب ربنا. وللأسف مش بس البنات، ده حتى الستات المتجوزين، هو كان تقريبا بيتكلم في أعراض الناس كلها، ومهما حاول اتكلم معاه وانصحه ان اللي بيعمله ده بيغضب ربنا ما كانش بيسمعني، ودايما بيقولي انه مش هيموت دلوقتي وقدامه عمر طويل لانه لسه شاب صغير، وقبل ما يموت هيبقى يتوب. في الوقت ده اقترحت عليه ان لو في حد ابنه ظلمه يبقى لازم يروح ويطلب منه السماح، يمكن ساعتها نعرف نغسله علشان يتدفن. وابني عمل حاجات وحشة كتير مع ناس كتير انا ذات نفسي معرفهمش، والوحيد اللي كان قريب منه جدا صاحبه هشام اللي واقف معانا ده، وهو اللي كان واقف معايا من بداية اليوم، واتصل على مغسلين كتير ومحدش رضي يجي، انت الوحيد اللي رضيت تيجي معاه. ولما جيت اكلم الشاب اتفاجئت بالكارثة اللي عملها صاحبه قبل ما يموت، وساعتها قال لي هو عمل كتير فعلا، وانا ممكن اروح اتكلم معاهم واطلب منهم يسامحوه ولو حتى بوست على رجليهم، بس المشكلة في ايمان واللي عملوا معاها، والمشكلة انها مش هتقدر تسامحه، واستحالة اصلا انها تسامحه. ساعتها قلت له ايه المشكلة، اي حد ممكن يسامح خصوصا الميت يا هشام، ولو عاوزني اروح معاك نعتذر نيابة عن الميت انا ما عنديش مانع. في الوقت ده لقيته مصمم على موقفه وقال لي انا مش عارف ابتدي ازاي معاك الحكاية. ايمان كانت واحدة عايشة معانا في المنطقة لوحدها، وجوزها كان مسافر السعودية شغال هناك، وكان سايبها لوحدها في شقة، وعلشان كان بينها وبين اهل جوزها مشاكل فما قعدتش معاهم. وطبعا طارق ما كانش هيفوت الفرصة دي وحاول يشغلها بشتى الطرق، برغم انها كانت اكبر منه وعندها 30 سنة، بس طارق ما كانش يفرق معاه فارق السن ده، ومعلش في اللفظ هو كان عايز يبقى بينهم علاقة ويبقى عاشقها. عشان كده طارق حاول معاها كتير، بس الست ايمان دي كانت محترمة قوي وصدته، وكمان في مرة هزقته قدام الناس. ساعتها طارق صمم انه ينتقم منها، ومن وقتها وهو بيسوق سمعتها،
كان بيقول عليها كلام غلط وما حصلش، وكان بيشنع عليها انها على علاقة برجالة كتير، وانه كان بيشوف رجالة كتير بتخرج من شقتها في اوقات متأخرة. والكلام ده وصل لأهل جوزها، وطبعا علشان ما بيحبوهاش اتصلوا بجوزها وعرفوه ان مراته بتخونه وبتعمل علاقات برجالة كتير وبيروحوا شقته وهو مسافر. وللأسف زودوا على كلام صاحبي 10 كلمات تانيين علشان يثبتوا لجوزها انها ست خاينة ولازم يطلقها. وفضلوا هم كمان يلسنوا عليها قدام الناس لحد ما كل الناس اللي حواليها صدقوا انها فعلا ست سيئة السمعة. وللأسف إيمان كانت يتيمة الأب والأم ومفيش حد يقف في ظهرها، حتى اخواتها صدقوا اللي بيتقال عليها. وطبعا جوزها أول ما سمع كده أخد أول طيارة وجه علشان يتأكد من الكلام، واتهمها ساعتها بإنها خاينة. وحاولت الست إيمان تدافع عن نفسها بشتى الطرق، بس مفيش حد سمعها، والكل كان ضدها، حتى اخواتها الرجالة ما وقفوش في ظهرها. وطلقها جوزها، ومش بس كده، خد أولادها منها من غير ما يتحقق من أي حاجة. ولما رفعت عليه قضية حضانة الأولاد هو كسبها، وكان السبب الأساسي هو طارق صاحبي اللي راح للمحكمة وشهد إنه كان بيشوفها مع رجالة كتير وجوزها مسافر، وبسببه خسرت القضية. وفضلت الست إيمان دي تقول لطارق حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ودعت عليه كتير قوي، وكان طارق بيضحك عليها وهو بيبصلها باستحقار. وفي الآخر كان مصيرها الشارع، ومحدش من اخواتها رضي يستقبلها عنده في البيت، وبروا منها كلهم، وبقت تقعد في الشارع والناس بتنزل لها أكل وغطا من عندهم. وللأسف اتحرمت من أولادها وما كانتش قادرة تشوفهم أو حتى تلمسهم، لحد ما جوزها أخد أولاده وأخد حاجته وعزل من الشارع خالص، وهي ما بقتش عارفاله مكان. وهي ما فضلتش عايشة كتير من بعدها، منعت نفسها من الأكل من كتر الزعل والقهرة وماتت، وأهلها مرضوش يغسلوها ولا يدفنوها، وفي واحد من الشارع هو اللي فتح لها المقابر بتاعته ودفنها هناك. والكلام ده حصل من أسبوع بس قبل ما يموت طارق صاحبي، واللي كان السبب الرئيسي في كل الدمار ده. والغريبة انه مندمش على اللي عمله حتى بعد ما ماتت، وقال لي لو كانت سمعت كلامي من الاول وعملت معايا علاقة ما كانش حصل كل ده. وانا لما سمعته بيقول كده ما قدرتش اسكت، وقلت للناس على الحقيقة واللي عمله مع ايمان، وانها كانت ست شريفة، وانها دايما كانت بتصده، وعلشان كده سوق سمعتها، وانه كان بيتكلم عن اعراض ستات كتير ومحدش سلم منه. بس للأسف أنا كمان شايل نفس الذنب، لأني ساكت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. وللأسف ما اتكلمتش إلا بعد فوات الأوان، ربنا يسامحني ويرحمني أنا كمان. في الوقت ده لما سمعت من هشام كل اللي حصل، ساعتها أنا دخلت في صدمة، معقول في حد بالشر ده؟ وقتها قررت إني لازم أمشي ومغسلش الشاب ده. بس لما جيت أمشي لقيت أبو الشاب وطى على إيدي وبيبوسها وهو بيترجاني أغسل ابنه، وإن مفيش حد هيرضى يغسله. دموع الأب في الوقت ده وجعتني قوي، علشان كده وافقت أكمل الغسل، ودخلت الأوضة فعلا. فضلت أقرأ قرآن فترة طويلة، وبعدها قمت أغسله وأنا بدعيله إن ربنا يسامحه ويغفر له على اللي هو عمله. بس برضو المية سودة وريحتها زي ما هي، واضطريت أخلص الغسل على كده وكفنه. وبعد ما خلصت خرجت من البيت ورفضت أخد أي فلوس مقابل تغسيل الشاب ده، ورحت على بيتي وأنا مش قادر أمسك دموعي. فعلا الظلم ظلمات يوم القيامة، ربنا ما يحكمش على حد فينا بسوء الخاتمة أبدا، اللهم أمين.